ازيكم عاملين ايه؟ لو انتوا عايزين تخشوا طب اسنان بس عايزين تعرفوا معلومات اكتر عنها، عايزين تعرفوا ايه هي مميزات وعيوب الكلية عشان تقرروا هل انتوا هتخشوها ولا لا، وعشان تعرفوا كل المعلومات عنها عشان برضو تاخدوا قراركم بنفسكم، فالفيديو ده انا هكلمكم عن مميزات وعيوب طب اسنان، كل ما تحتاجوا ان انتوا تعرفوه من المميزات وعيوب، وساعتها ان شاء الله تبقوا قادرين ان انتوا تاخدوا القرار بنفسكم. فتعالوا معايا يلا نبدأ الفيديو، بس قبل ما نبدأ يا ريت نعمل سبسكرايب ولايك ونفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. Subscribe to my channel. يلا نتكلم عن ايه هي مميزات وعيوب طب اسنان. اول ميزه معانا وهي ان اسنان بتسمح لك ان انت تمارس اي هوايه انت حاببها بجانب الكليه، بتسمح لك ان انت مثلا لو عايز تشتغل، لو عايز تنمي مهاره، لو عايز تلعب رياضه معينه، هي بتديك الوقت الكافي ان انت تقدر تمارس وتقدر تنظم الوقت وتدير الوقت ما بين الكليه وما بين هوايتك عشان برضو ما تنساش نفسك في الكليه. دي اول ميزه عندنا، ودي ميزه مهمه جدا جدا جدا. تاني ميزة معانا وهي ان انت تقدر تفتح عيادة على طول اول ما تتخرج، على عكس الطب البشري ان انت محتاج تاخد ماجستير الاول قبل ما تفتح عيادة. فدي حاجة انا بعتبرها حاجة كويسة جدا، ان انت تقدر تشتغل في عملك الخاص او تفتح عيادة بعد ما تخلص على طول من غير اي حاجة، بعد ما تتخرج على طول، مش بتحتاج مثلا انت تعمل ماجستير او ماجستير زي الطب البشري. تالت ميزة معانا ودي اللي خلتني اخد قرار ان انا اخش طب اسنان، هي ان العملي فيها اكتر من النظري. فلو انت بتحب شغل الهاند ميد وبتحب الشغل اللي بتشتغل بالايد وبتحب الشغل اللي بالايد اكتر من المذاكرة، فاسنان هتبقى كويسة جدا، على عكس بشري اللي معظمها كله نظري مفيش اي عملي، او العملي نسبة ضئيلة جدا 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 من النظري. وبالتالي انت لو من الناس اللي بتحب تذاكر كتير وما بتحبش تشتغل بايدك فاسنان مش هتبقى مناسبة. اما لو انت بتحب شغل الهاند ميد وتحب تشتغل بايدك، ما بتحبش تقعد تذاكر ومستعد تقعد على تشتغل هاند ميد بايدك طول اليوم مثلا وياخد مجهود منك اكتر من النظري، فطبعا اسنان هتبقى حلوه جدا. ساعدتني ان انا اخد القرار لان انا واحده من الناس بحب ان انا اشتغل بايدي اكتر من ان انا اقعد اذاكر في كلمات انا مش فاهمها. رابع حاجه معانا هي من مميزات اسنان ان اسنان مربحه. طبعا مش هنبص لمصر، طبعا ان احنا هنا سوق العمل زاد وكميه الناس اللي داخله اسنان وخريجين اسنان كبيره جدا، ولكن انا بتكلم بره. لا، بره طبيب الاسنان بيربح فلوس كتير وبيكون المهنه بتاعته مربحه بره، على عكس مصر. لكن مهنه الاسنان هي مهنه مربحه جدا. خامس حاجه معانا ان انت بتبقى داخل طب اسنان عارف ان انت هتتخرج طبيب اسنان، على عكس طب بشري ان انت بتبقى داخل مش عارف هل هتبقى طبيب عيون، طبيب باطنه، جراحه، انف واذن، مش عارف هتبقى دكتور ايه بالظبط. على عكس طبعا ان طب اسنان، بخلاف بقى ان ممكن تتخصص تخصصات زي مثلا تقويم، زراعه اسنان كده، على عكس التخصصات التانية بتبقى داخل الكليه عارف ان انت هتخرج تشتغل على طول دكتور اسنان. سادس حاجة معانا ان انت بتبقى بتخفف وجع انسان، بتشعر كده بفخر بنفسك وبتشعر بحاجة كويسة جدا ان انت مثلا مريض يجيلك مش عارف ينام من ضرسه، مش عارف ينام، انت بتشيل عنه الوجع ده، فطبعا بتحس ان انت طبعا بتحس بسعادة كبيرة ان انت ازلت ألم مريض، طبعا بخلاف الثواب طبعا اللي انت هتاخده من ربنا كبير جدا. فدي مهنة بتساعدك ان انت تخفف ألم انسان، فدي حاجة كويسة جدا. وطبعا انتوا عارفين ان ألم السنان من اكتر الالام صعوبة ومن اكتر الالام شدة، وبالتالي انت لما تخفف عن مريض الالم ده فطبعا طبعا هتبقى في منتهى حاجة جميلة جدا ان انت تشيل وجع انسان، وكمان ترجع له الابتسامة الجميلة بتاعته. لو هو مثلا سنانه كانت بايظه شويه، فانت هترجع له الابتسامه الجميله، هتخليه يرجع يثق في نفسه تاني، هيثق في شكله تاني، فدي طبعا هتخليك تحس بانجاز عظيم انت عملته، ودي حاجه كويسه جدا. سابع حاجه معانا ان انت بتكتسب مهارات اجتماعيه، مهارات تواصل، لان انت بتتعامل مع طلبه في الكليه، بتتعامل مع مرضى كتير، بتبدا تنزل في المستشفيات، تنزل في اماكن كتيره جدا تدور على مرضى بنفس الحالات المطلوبه منك عشان تعملها، وبالتالي ده هيساعدك في ان انت تكتسب مهارات تواصل اجتماعي مع المريض. تامن حاجه معانا وهي مهنه الاسنان ما فيهاش مصايب، بالبلدي ما فيهاش مصايب، على عكس الطب البشري ان انت لو عملت جراحه غلط، عملت حاجه غلط، ممكن تتكلف الخطا ده بحياه انسان، وبالتالي هتبقى عرضة طبعا للمساءلة القانونية. وبالتالي انما طب اسنان مفيش اي خطأ يؤدي لموت شخص، خطأ انت عملته غلط اي خطأ ان شاء الله هيتصلح، يعني مش خطأ هيؤدي بحياة انسان، وبالتالي طب اسنان ما فيهاش مصايب. كده احنا خلصنا مميزات اسنان، مميزات اسنان كتيرة جدا. نخش على العيوب. هما مش عيوب كتيرة لانهم عيبين يعني جامدين شوية، هما عيبين بس اهم عيبين لازم تخلي بالك منهم قبل ما تدخل، وممكن نتغلب عليهم. هقولكوا ازاي.
اول عيب معانا وهي ان طب اسنان مكلفة جدا جدا جدا، واكيد سمعت اي حد في طب اسنان بيقولك ان هو بيصرف على الادوات كتير جدا. من اول ماشي اول سنتين بتبقى عندك مثلا سيكشن في السنه او سيكشن في الترم، ما بتصرفش كتير، بتصرف حاجات بسيطه. اما في سنه تالتة بنصرف كتير جدا، لان انت بتبقى داخل بقى تشتغل خلاص، بتجيب ادوات كتيره جدا تشتغل، وبالتالي بتصرف كتير بالالوفات. وفي سنه رابعه بتصرف اكتر بكتير، وسنه خمسة اكتر بكتير طبعا، لان كل ما نكبر كل ما الاجهزه والادوات اللي احنا بنجيبها بتغلى. ده غير ان الادوات بتحتاج تغيرها طول الترم، تقعد تخلص منك وتغيرها، وطبعا انت هتبقى لسه بتتدرب، فالحاجات هتخلص منك بسرعه، فهتحتاج ان انت تجيب ادوات على طول. فدي طبعا عيب، يعني مكلفه جدا. انت اي مريض بتجيبه انت اللي بتعالجه من على حسابك الشخصي. ممنوع منعا باتا ان انت تاخد من المريض ده اي فلوس عشان ما تتعرضش للفصل او كده. وممنوع منعا باتا في الكليه ان انت تاخد من المريض اي فلوس. وعايزه اقول لك ان مثلا لو انت عايز تشتغل على المريض ومش لاقي وعندك امتحان ومعرفش ايه، ممكن توصل ان المريض دوت يطلب منك فلوس عشان يجي تشتغل عليه، وبالتالي الفلوس في اسنان بتبقى مكلفه جدا. تاني عيب معانا واكيد سمعتوا عنه كتير، ان اعداد السوق العمل بتاعنا زاد كتير، وخريجين اسنان زادوا بشكل رهيب. ده غير ان التكليف اتلغى، وبالتالي انت مش بتبقى ضامن ان انت اول ما تتخرج تلاقي شغل. طيب نتغلب على ده ازاي؟ نتغلب على ان التكليف ازاي؟ ان انت ما تبقاش دكتور متخرج وتكتفي بشهادة التخرج دي اللي هتشتغل بيها وتقعد تدور على شغل طبيعي مش هتلاقي، لان في زيك كتير. اللي انت بقى عشان تتغلب على الموضوع ده، ان انت تبدأ ان انت تتخصص في حاجة، تبدأ تعمل دكتوراه وماجستير، تبدأ تتخصص، تبقى شاطر، تختار مجال معين، تختار تخصص معين تتخصص فيه. وممكن اعمل لكم فيديو على تخصصات اسنان، لو انتوا عايزين اكتبوا لي في الكومنتات. فممكن تختار تخصص معين. فزي ما قلت لكم الاخر، عشان تلاقوا شغل كويس ليكوا، عشان توصلوا في الاخر ان انتوا بتشتغلوا شغلانه محترمه بسالري كويس جدا، هي انكم ما تبقوش دكاتره اسنان عاديين، لا تكونوا متميزين وتتخصصوا في مجال معين، تبقوا شاطرين فيه وكل الناس تشهد بشطارتكم وتبقوا كويسين. ولو اتاح ليك السفر بره فاشتغل على الموضوع ده على طول، ما تستناش، لان طبعا زي ما قلت لكم ان اسنان بره مربحه اكتر من جوه. لو انت كده احنا خلصنا مميزات وعيوب اسنان. لو عايزين مني اعمل لكم فيديو مخصوص عن اي حاجه اكتبوا لي في الكومنتات. وشكرا لمشاهدتكم.